السلام عليكم. مثل هذا اليوم تاخذ 10 وتتذكر زوجها الأولي. مساكم الله بالخير جميعا. من الأمثال الظريفة اللي يكونونها الأوليين في نكران الجميل أو الإنسان اللي متعلق في الماضي. المثل الشعبي يقول تاخذ 10 وتذكر ريلها الأولي، والبعض يقول تاخذ 3 وتذكر ريلها الأولي، أي تاخذ يعني 10 ريايل يعني زوجتهم، لكن تتذكر هذا زوجها الأولي وماضيها يعني وياه. مثلا كلت تاكل من خير زوجها الحالي، وعقب ما تخلص تشبع تقول الله يرحمك يا ابو فلان، يعني زوجها الأولي. فهذه يعني يقولونه عدم الوفاء او عدم احترام العشرة. زين، يعني هي الحين يقول لك انت الحين ماخذه فوق الاولي زين 3 أو 10، وليه حين تتذكر زوجها الاولي علاقاتها السابقة العاطفية او ذكرياتها مع زوجها الاولي. فهذه يعني يقولونه يعني، وبشكل عام بعد يستخدمونه عامة الناس يعني في نكران الشخص الجميل. يقول تاخذ 10 وتتذكر ريلها أولي، يعني هاي عدم الوفاء بالوقت الحالي، يعني بالشخص اللي احتضنك واحتواك في الوقت الحاضر يعني. فأنت خلاص ماضيك قطارة ظهرك، يعني تبتدي حياة جديدة. فهاي يذكرونها من الأمثال الظريفة اللي يقولونها في نكران الجميلة أو عدم الوفاء. يعطيكم الصحة والعافية.